السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو ده مهم جدا، هنتكلم عن كل احداث الاسبوع ده. طبعا الفيديو ده هيبقى طويل شويه. طبعا البدايه بالدوري الانجليزي الجوله 15. الدوري الانجليزي كان بدايه فوز مانشستر سيتي 2-1 على فولهام، واتطرد منهم كانسيلو عمل بلنتي. يعني بلنتي بصراحه واحد غشيم مش عايز اقول اكتر من كده، غشيم. واخد تردد جابوا هدف التعادل، في الاخر كسبوا بهدف هالاند نزل الشوط الثاني، سجل هدف اتحسب اوفسايد، بعد كده سجل في الدقيقه 90 هدف الفوز، وفوز مانشستر سيتي فوز مستحق. الماتش الثاني كان فيه ايفرتون وليستر وهي بتفوق فازت 2-0 على ايفرتون. كان فيه ماتش مهم جدا طبعا، اللي هو توتنهام وليفربول، فوز ليفربول 2-1، هدفين لصلاح وهدف هاري كين دقيقة 70. طبعا هدفين صلاح في هدف جميع، وهدفين يعني ايه، هدف عادي بقى، هدفين عاديين يعني مش بنقلل منه، بس هدف عادية بس حلو برضه. وهدف هاري كين برضه كان كويس. باقي الماتشات طبعا كان فيه تشيلسي وارسنال. الماتش ده كان قوي جدا وانتهى الشوط الاولاني 0-0، والشوط الثاني كانت دقيقة حاجة و60 ارسنال سجلوا هدف الاول، هدف سانتوس. الماتش بقى اللي هو الاخير، ماتش غريب ده، اللي هو استون فيلا مانشستر يونايتد، وخساره مانشستر يونايتد 3-1 من استون فيلا، نتيجه تقيله جدا. طبعا رمزي بتاع استون فيلا سجل في المرميين، سجل هدف لاستون فيلا وسجل هدف في استون فيلا، يعني كان ايه، ضحك السنين. ده كان ملخص الدوري الانجليزي. طبعا كانت جوله مهمه. كان في بقى كاس كاراباخ، كاس الرابطه الانجليزيه. كان في تشيلسي ومانشستر سيتي، وفوز مانشستر سيتي 2-0. كان في ليفربول وديربي كاونتي وانتهى 0-0، وليفربول فازت بالانتياد ضربات الجزاء. وكان في بقى باقي الماتشات كان في استون فيلا مانشستر يونايتد تاني، بس اليونايتد بقى فاق بقى في كاس الرابطة، فاز 4-2، عمل اداء طيب. كانت في مفاجأة، ارسنال وبرايتون، وخسارة ارسنال من برايتون 3-1، وكده ارسنال ودع كاس الرابطة، هو مش مهتم بقى، مش مشكلة. فده كان ايه، ده ملخص كاس الرابطة. هندخل بقى في الدوري الاسباني. الدوري الاسباني بقى ده كان فيه جولات غريب، كان فيه جولتين. اول جولة كانت فوز برشلونة، فازت برشلونة 2. وطبعا كان في اسبوع ده اعتزال بيكيه وكده، وريال مدريد خسر من رايو فايكانو 3-2، ودي نتيجة كانت مفاجأة جدا. الجولة ال 13 ال 14 بقى، دي كانت 13، دي ال 14. كان في بقى ماتشات بقى، برشلونة لعبت اوساسونا وفازت 2-1، وريال مدريد لعب قادش وفاز 2-1. كده الدوري الاسباني بيحلو، يعني الموسم ده موسم قوي، انا كنت متوقع كده موسم ان شاء الله هيبقى قوي. ده كان ملخص بقى الدوري الاسباني، جولتين. هندخل كان في بقى الدوري الايطالي السيري A بقى، كان في ماتشات، روما خسرت من نابولي 1-0، من لاتسيو 1-0، وكان في طبعا يوفنتوس وانتر ميلان، ويوفنتوس فاز 2-0 على انتر ميلان. كان في بقى، نتكلم بقى كده، خلصنا دوريات، ندخل على قرعة دوري ابطال اوروبا ونستعرضها كده والنتائج ونقول اللي هيحصل. يلا بينا. قرعة دوري ابطال اوروبا طبعا كانت اتعملت يوم الاثنين، احنا كنا قايلين كل حاجة. طبعا مانشستر سيتي هيلاعب لايبزيج، ده كده السيتي متأهل بداية. في بقى ماتش قمة ريال مدريد وليفربول، وده يعني ايه، انت تقول ليفربول ربنا يكون في عونك. هو بص، الماتش بصراحة يعني، الماتش من وجهة نظري ريال مدريد وليفربول 50-50، مع انه ممكن يبقى 60، المفروض يبقى 60 او 70 لريال مدريد، بس هو الماتش برضو الاتنين رايحين في داهية، متعرفش اي حاجة، ممكن ده يتأهل وممكن ده يتأهل، متعرفش. وريال مدريد طبعا محظوظ في دوري ابطال اوروبا، بس انا اشك السنة دي اللي هو ايه، في فرق كتيرة مستواها ضايع، يعني مرشحش. في نابولي بقى وانتر فرانكفورت، وفي ده ماتش عادي، اقول مثلا نابولي، هو الاتنين زي بعض. بورتو وانتر ميلان متكافئ. في بنفيكا وكلوب بروج متكافئ. توتنهام واي سي ميلان متكافئ. تشيلسي وبروسيا دورتموند متكافئ. بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان دي مطحنه، بس انا بقول باريس سان جيرمان هتعدي بايرن ميونخ.
وفي وجهة نظري السنة دي يعني اللي هو إن شاء الله النهائي هيبقى مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، واللي هيفوز بالبتاع دي بقى يعني إيه، يعني هيبقى ماتش جامد قمة. تلعب طبعا باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، الاتنين ضرب نار، اتنين أقوى من النووي أصلا. والسنة دي أعتقد يعني مانشستر سيتي لو ما خدتش دوري أبطال جوارديولا يروح يولع في نفسه يروح يعتزل كورة خالص ما يتكلمش. فدي كانت القرعة. طبعا الماتشات هتتلعب، اقول لكم المواعيد. دوري ابطال هيتلعب 14 او 15 او 21 22 فبراير شهر 2 يعني، والعودة في 7 و8 و14 و15 مارس شهر 3. فدي كانت كل حاجة بقى عن الماتشات دوري ابطال. طبعا ماتش نسينا حاجة، ماتش برشلونة في الدوري الاسباني ده كان مضحك، وساسونا ده اللي هو 2-1 برشلونة طرد منها بيكيه وليفاندوفسكي، يعني كان قمة ضحك كورة. انت بتعملوا ايه يا جدعان؟ ليفاندوفسكي أول مرة يطرد في حياته. لا كان الضحك بصراحة كان حاجات ضحك جدا. طبعا احنا كانت في أحداث في الأسبوع ده غير بقى بعيد عن محتوى القناة. في طبعا شركة سبراي ميديا اللي هي هتقوم قايمة معانا بدور من زمان كبير، وهتقوم معانا بالفترة الجاية بقى بإنتاج ضخم جدا جدا جدا، يعني أشوف جدا جدا للصبح. ففي الفترة الجاية إنتاج ضخم، هتلاقي بقى إيه أعمال فنية وأعمال، بص كمية أعمال مش بص بس كده هو مش أنا قلت كده بس. بس بقى ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. هو مش هقول تاني. فعل جرس التنبيهات. تابعني بقى على كل السوشيال ميديا هتلاقيها في الديسكريبشن، ونشوفكم فيديو جديد. طبعا كل القنوات اللي هم بقى ايه القناتين بتوعي وقناه الشركه اللي هي بتدعمنا سبراي ميديا هنحطها طبعا كلها بقى، تروح تشترك وتفعل كل حاجه وتتابع كل جديد. نشوفكم فيديو جديد. سلام.